بعد تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي. فطبعا التأهل ده يا جماعة، طبعا انتوا متأكدين كجمهور أهلي ان هو بيحرق ناس كتير وبيضايق ناس كتير جدا. انا بس كده ايه، طبعا انا مش هعلق على الناس كلها اللي اتكلمت، لا انا هعلق على حاجات معينة. طبعا هبدأ بأول تعليق ليا او اول فيديو هنزله، وهو عن مين؟ عن خالد الغندور الهبيدي الكبير. يعني فاهم، عالم العصر والأوان. طلع خالد الغندور طبعا يقلل من الانجاز ده كالعاده. انا ما عنديش مشكله ان خالص انه يقلل، لانك انت ايه، هتتكلم مش هتتكلم عادي، يعني مش هتفرق معانا. لكن يطلع خالد الغندور يقول ايه بقى؟ يطلع خالد الغندور اول حاجه هو متضايق ان الجول اللي جابه قفشه ان الناس اطلقت عليه القضيه. فبقول لك لا، المفروض يا جماعه خلاص، انتوا عايزين تجيبوا جول في القضيه، بس ما تجيبوش سيره الزمالك. وبعدين انا شايف خالد الغندور بيقول ان دي ما تعتبرش قضيه، لانها شوطه ضعيفه جدا من قفشه وخبطت في المدافع بتاع سياتل اللي هو الفريق الامريكي ودخلت الجول. فاصلا الجول ما جابوش قفشه، الجول يحسب، قال كده الجول يحسب باسم المدافع الامريكي اللي سجله. يا سلام. انا عايز بس اقول له حاجه، يعني المفروض ان هو يا جماعه لعب كوره من زمان ومقدم برامج وبيستضيفوه في الاعلام، والمفروض ان الراجل ده فاهم كوره وفاهم قوانين الكوره. وبيقول ان الناس اللي قالت ان قفشه ان جاب الجول ان هي ما بتفهمش كوره، لا انا عايز بس افهمه في الفيديو ده ان انت اللي مش فاهم كوره. هو امتى الجول يتحسب باسم المدافع؟ لو الكوره غيرت المدافع اللي هو بتاع الخصم، غير مسارها ودخلت الجول، فساعتها تحسب الكرة الهدف باسم مدافع الخصم. لكن لو الشوطة مباشرة على المرمى تحسب باسم اللي شاطها. بمعنى قفشه شاط الكوره، هي رايحه اصلا في اتجاه المرمى، خبطت في المدافع، دخلت جول، فبالتالي تحسب بقفشه. لكن لو هي رايحه في اتجاه تاني، زي ماتش امبارح بتاع ريال مدريد ومايوركا، اللاعب غير مسارها ودخلت جول، فاتحسبت باسم المدافع. طيب انا يا سيدي بقول اي كلام، لو دخلت على النتائج بتاعه المباريات في موقع الفيفا بتاع كاس العالم للانديه، هتلاقي الهدف مسجل باسم قفشه. فمعنى كده ان انت مش عارف قوانين كرة قدم، ودي مصيبة كبرى، يعني دي مصيبة كبرى. يعني انت واحد مقدم برامج ولاعب كورة سابق، واسمك بتقول على نفسك ان انا الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، وانت مش عارف اصلا قوانين كرة القدم، وبتقول ان الهدف اتسجل باسم عشان المدافع عشان خبطت في رجله. دي اول هبداية. طيب شفت الغل يا جماعة؟ بتغل حتى ما بيخلوش يذاكر اي كلام. طيب دي اول نقطة. تاني نقطة، قال لك ان الاهلي كان مشواره سهل، يعني ما سهل. الفريق الاولاني اللي هو اوكلاند سيتي ضعيف، والتاني فريق سياتل اللي هو ترتيبه في المركز ال11 في الدوري، فبالتالي عادي، يعني انا شايف ان هم يتاهلوا عادي. طب انت اصلا، انت ليه اصلا ما قلتش يعتبر ان الاهلي، لو انت صادق وبتتكلم كوره وفاهم كوره، ما قلتش ليه ان الاهلي اصلا بمجرد وصوله الى كاس العالم للانديه ده انجاز؟ ليه ما قلتش ان الاهلي وصل لكاس العالم للانديه للمره الثالثه، لربع النهائي للمره الثالثه على التوالي؟ هل معنى كده ان الثلاث مرات دول حظ، ولا قابلنا فرق ضعيفه، ولا انت محروق، ولا انت متضايق؟ وبعدين رجع يقول طب انتوا سميتوها قاضيه ليه؟ يا جماعه الله يخليكم افرحوا وما تجيبوش سيره الزمالك يا حبيبي، مش احنا اللي جبنا سيره الزمالك، انتوا اللي على طول في برامجكم بتجيبوا سيره الزمالك. وانا مش هضرب امثله غير مثل واحد بس. لما احنا فزنا على اوكلاند سيتي، طلع رئيس ناديك الزمالك، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، طلع قال ايه؟ والاهلي فاز لوحده كده، اتكلم الاهلي فاز على فريق السمنه النيوزيلندي. وانت مالك وفريق ضعيف فريق سمنه؟ طب انت بتجيب سيره ليه؟ ما تركز يا معلم، ما تروح تلعب انت مع فاركو، ولا شوف انت هتلعب مع مين. ولا انت محروق قوي كده ولا متضايق قوي كده؟ مش فاهم انا ليه. هو احنا ليه لما الاهلي يعمل انجاز انت بتتضايق؟ بتعمل ايه؟ ما تبعد يا عم عننا يا عم، وبنقول ان نقوله يا عم، وركز في فرقتك يا معلم. ركز في فرقتك اللي جبت لها، مشيت مدرب الفني فيريرا وجبت بديله فيريرا. رجعته، مشيتوه خميس وجمعه ورجعتوه يوم السبت. ما تخليك يا حبيب قلبي في فرقتك. بس يا جماعه معلش هي الحرقه وحشه. ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله في ماتش ريال مدريد اللي جاي، هنلعب مع ريال مدريد. ريال مدريد يا خالد يا غندوره.